هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هعرفك فيه ازاي تعرفي نوع بشرتك، وهعرفك على كل انواع البشرة اللي موجودة. اول حاجة البشرة الدهنية، تاني حاجة البشرة المختلطة. والبشرة المختلطة دي في منها نوعين: بشرة مختلطة مايلة للعادية، وبشرة مختلطة مايلة للجافة. تالت حاجة البشرة الجافة. رابع حاجة البشرة العادية. في بقى بشرة تانية بتبقى معرضة للحبوب، وفي بشرة حساسة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس لو انت اول مرة تشوفوني عشان يوصلك كل جديد. يلا بقى نبدأ الفيديو. طيب، اول حاجة البشرة الدهنية بتبقى بشرة عندها نسبة الافرازات الدهنية عالية من الغدد الدهنية، وبتكون فيها مسام واسعة، واكتر بشرة بيكون فيها حبوب ورؤوس سودا وبيضة وهتلاقيها كده بتلمع. تاني حاجة البشرة المختلطة. البشرة المختلطة احنا متفقين ان هي نوعين. اول نوع البشرة المختلطة المايلة للجافة، ودي بيكون عند الانف والدقن والجبهة فيها افرازات دهنية بزيادة، وبتحتوي على رؤوس ومسام، رؤوس سودا ومسام واسعة، والخدود بتكون جافة ومشدودة. تاني حاجة البشرة المختلطة المايلة للعادية، ودي بتكون من عند منطقة الأنف والدقن والجبهة فيها إفرازات دهنية، وكمان بتحتوي على رؤوس بيضة وسودة ومسام واسعة. وكمان عند الخدود هتلاقي إن البشرة ملمسها ناعم وعادية. البشرة بقى الجافة تالت حاجة بتكون مشدودة وما فيهاش نضارة، وفي أغلب الأوقات بتكون فيها قشور، وبتكون سهلة التحسس وبتضر حاجز البشرة. رابع حاجة البشرة العادية، دي بقى بشرة الأحلام، بتكون فيها الإفرازات الدهنية مظبوطة، ما فيهاش رؤوس، ما فيهاش حبوب. آم، غير كل فين وفين بتبقى بشرة كده ملمسها ناعم وحلوة. يعني أصحاب البشرة العادية دول محظوظين. البشرة بقى المعرضة للحبوب، كل أنواع البشرات اللي فاتت دي ممكن تتعرض للحبوب، بس أكترهم البشرة الدهنية. وعايزة كمان أقولك ميزة حلوة في البشرة الدهنية، إن هي ما بتعجزش بسرعة، لأن نسبة الدهون فيها بتكون عالية، فبتخلي إن الإفرازات اللي فيها دي مفيش خطوط، مفيش تجاعيد، فما بتعجزش بسرعة. سادس حاجة البشرة الحساسة. دي حالة مش نوع، يعني وارد جدا اي نوع بشرة يتحسس من اي منتج معين، فدايما اعملوا اختبار حساسية، وساعات بتبقى وراثة. بس كده يا بنات، دي كل انواع البشرات اللي موجودة. قلت لك ازاي تعرفيها، هتبقى باينة قوي البشرة الدهنية من العادية من الجافة. بس كده، ده يكون فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبك واستفدتي منه. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.